مساء الخير. أهلا بكم دايما في حلقة جديدة من حلقات برنامج هناء والناس. حلقتنا النهاردة عن الفيلم اللي تم تصويره أمس. فيلم مطلوب الزوج في بيت الطاعة. أخيرا بعد مشاهدات كثيرة جدا وبعد تصوير كتير تم تصوير الفيلم كله أمس امبارح بقيادة السيناريست الكبير ياسر التوني اللي عمل الفيلم، وإن شاء الله أنا اللي هخرجت الفيلم. ومدير التصوير والرؤية الفنية عمرو الكاشف، بطولة حبيب حسني وهناء عبد الله وحمادة صالح وشريف المنس وسومة رزق وسهام إبراهيم وعدد كبير جدا من الأطفال. الحمد لله انتهى الفيلم بسلام. وكمان معانا الإعلامي القدير غندور كامل، وإن شاء الله هو حاليا دلوقتي في المونتاج. احنا مش مستعجلين المونتاج ينتهي براحته، لكن ده يعتبر الفيلم الأول لمؤسسة السلام لعام 2023 وليس الأول على سي في المؤسسة. وإن شاء الله إحنا معاكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج هناء والناس. انتظرونا، العرض قريب بعد الانتهاء من المونتاج. هنعمل حفلة بإذن الله، حفلة الفيلم، عرض الفيلم الأول، وهندعي كل السادة المشتركين في الفيلم، وهندعي كل الضيوف المهتمين والمنتجين والمخرجين. وانتظرونا دايما في فيلم جديد من أفلام مؤسسة السلام. وتحياتي وتقديري على برنامج هناء والناس.